حققنا نتيجه الفوز، هذا هو المبتغى ديالنا، ولكن مازال طريق طويله قدامنا، مازال كينتظرنا واحد العمل كبير لاننا عندنا مباريات قويه جدا. كنتمنوا اننا نشوفوا مسار صحيح ونحققوا المبتغى ديالنا ونحافظوا على المكانه ديالنا في المباريات. الان نساو المباراه ديال المغرب فاللي لاننا التقطنا فيها، درنا مباراه صعيبه فبالفعل غادي تعطي واحد الدافع قوي للعابه. غادي نحاولوا ان شاء الله اننا نركزوا على باش ما نبقاوش منتشرين بالمستوى ديال الانتصار، لان باقي كتنتظرنا الحليف ديال المقابلات القويه، نوجدوا ان شاء الله المقابله ديال الشباب الرياضي. شكرا خالد. نعم، مرحبا بك على موقع البطولات. فوز اليوم على بطل اسعد المريخ مساس مع الفعل الجميع، فهو جديد عاد في القسم الوطني الاول، لاننا اول سنه من بعد النزول ديالنا رجعنا للقسم الوطني الاول. الانتصار على الفريق المغربي فما جاش عن طريق الصدفه، جا عن طريق واحد العمل، كانت عزيمه قويه ديال اللاعبين وديال المدربين. الحمد لله لعبنا على الجانب ديال الفريق المغربي الفاسي لانه منتشر بالانتصار، كانت لعبنا على هذه النقطه هذه، حاولنا اننا نحمسوا اللاعبين. ما كانش عندنا نحقق واحد الكوبا اننا نهزموا، كان على الاقل كان خصنا نخرجوا باقل الخسائر هي التعادل. الحمد لله ربي وفقنا واستطعنا اننا ننتصروا على فريق اللي هو كبير عنده كلمه ديالو سواء على الساحه الوطنيه ولا على الساحه الافريقيه. وكنهني السي رشيد الطوسي لانه برهن ان المدرب الاطار الوطني المغربي ما كيتسنى الا الفرصه ديالو، وكنتمنى ان السي رشيد الطوسي من خلال هذه المباراه انه يكون هو اللي كيشرف على الاداره التحتيه ديال المنتخب الوطني، ويكون هو المدرب الوطني، لانه حقق القاب ما استطاعوش الناس كيتقاضوا اجور بالملايير، ما استطاعوش انه يحققوا الالقاب. وكنتمنوا ان شاء الله ان المسيره ديال الاتحاد المغربي تمشي في الطريق الصحيح. كنت شنو هو السر ديال كنعرفوا بان الدرس ديال الله مشى السي مصطفى الدرس قدم ما امكن الفرق تاع الزمور الخمسات، لا ماديا ولا معنويا، كان بمثابه الاخ الاكبر للمجموعه كامله. قدم داكشي اللي عنده. ما كانش واحد كان المكتب المسير خدا هذا القرار، هذا قرار يحترم بالنسبه للمكتب المسير، ما يمكنش انه نهضر به.